يا ترى هي I will find them ولا I will find them؟ هو في حاجة أصلا اسمها find them بدل find them؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه في الفيديو، خليكم معانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة اتعلم انجلش من الافلام، واللي هتلاقيها في قناة اليوتيوب في زر قائمة التشغيل مترتبة حلقة 1 2 3 4. وعشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نشوف اول مقطع وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ يلا بينا. I promise I'll find them. I promise I'll find them. I promise I'll find them. اهلا بيكم للمرة التانية. الممثل كان بيقول I promise I'll find them. خلينا الأول نتكلم في المعنى وبعدين نتكلم في طريقة النطق. كلمة promise دي معناها يعطي وعد أو يعد، وفي الحالة دي هي فعل، وممكن يبقى معناها وعد وفي الحالة دي هي اسم. إذن promise ممكن تبقى اسم أو فعل. طيب في تعبير تاني مشهور، التعبير ده كله على بعضه يساوي كلمة promise، وهو give someone word. give someone word ده تعبير كله على بعضه كده معناه يعد. ناخد بقى مثال علشان الصورة تبقى أوضح. لو أنا قلت I promise you that I will pay you tomorrow، والمعنى أعدك أني سأدفع لك غدا، أوعدك يعني إن أنا هدفع لك بكرة. فهنا كلمة promise معناها يعد. هي لو قلت I give you my word that I will pay you tomorrow. I give you my word that I will pay you tomorrow. وهنا give you my word معناها يعد تساوي تماما كلمة promise. تمام؟ طيب I will معناها سوف، فالجملة لحد كده معناها أعدك أني سوف. find معناها يجد، وفي كلمة تانية اسمها locate ليها معاني كتير، ولكن من أحد معاني locate يحدد مكان شخص أو يجد يعني. إذا من أحد معاني locate يجد، فهي تساوي في الحالة دي find. ناخد بقى مثال عشان الصورة تبقى أوضح. لو أنا قلت The police are trying to find the thief. The police are trying to find the thief. هي لو قلت The police are trying to locate the thief. إذن هنا find تساوي locate. طيب فالمعنى العام للمشهد يبقى كده I promise I'll find them معناه أعدك أني سوف أجدهم. طيب لو جينا بقى نتكلم في طريقة النطق، هلاقي عند كلمة promise بدأت بالحرف P، واللي هو الصوت بتاعه كده P، وده صوت انفجاري، بمعنى إنه الشفة اللي فوق بتلمس اللي تحت وبيطلع الهواء فجأة. P P promise. وزيها كلمة pay وزيها كلمة park والصوت ده مهم جدا جدا جدا. طيب I will هنضمها على بعض هتبقى I'll find them بقت find them. الله، ايه اللي حصل؟ في الحقيقة حصلوا حاجتين. أول حاجة حذفنا TH بتاعت them فبقت M. تاني حاجة ربطناها بالكلمة اللي قبل منها، عملنا بينهم لينك. يعني ايه عملنا لينك؟ يعني ما خليناش بينهم فاصل. يعني بدل ما تقول find M بقت find them. يعني احنا اختصرنا او صغرنا او قلصنا كلمة them الى M. طب يا ترى ليه؟ ما احنا لازم نعرف علشان القاعدة تبقى منطقية في عقلنا وعلشان تثبت في عقلنا. طيب تمام، انا هقولك نبذة عن الموضوع او هلفت نظرك للموضوع دلوقتي لحد ما نشرحه بالتفصيل ان شاء الله في كورس اللهجة الامريكية هنا على القناة باذن الله. طيب في اللغة الانجليزية في نوعين من الكلمات. في كلمات اسمها content words، وما تشغلش بالك بالاسم، انا بنسميها الكلمات الاساسية. او لو ضربنا لها مثال هنمثلها مثلا بالعمود اللي بتقف عليه العمارة. لو شلنا العمود العمارة تقع. بالظبط كده الكونتنت ووردز في الجملة لو شلناها من الجملة تقع، يختل المعنى. يعني هي الكلمات الأساسية أو الرئيسية التي تحمل المعنى في الجملة، وغياب هذه الكلمات يخلي المعنى مش مفهوم.
والكلمات دي لا تختصر ولا تقلص، بل بالعكس بنعمل لها ستريس. يعني ايه ستريس؟ يعني بنخليها اقوى واوضح من الكلمات التانية في الجملة. طيب يا ترى الكلمات دي زي ايه؟ هنقسمهم لكذا مجموعة. اولا مجموعة الاسماء زي رامي، بانك، كور، سكول، يعني اي اسم يعتبر من الكلمات الاساسية. طيب المجموعة التانية مجموعة الافعال اللي فيها حركة، زي مثلا go، play، work. في كمان مجموعة الظروف والظرف، هي الكلمات التي تصف الفعل، زي مثلا slowly، slowly، loudly، loudly، well، well. كمان الصفات، والصفات هي الكلمات التي تصف الاسم، زي مثلا smart، tall، small، beautiful. كل الكلمات دي هي كلمات content words أو كلمات أساسية، أو هي العمود اللي بتقف عليه الجملة. طيب في نوع تاني من الكلمات اسمها function words، وبرضه ما تشغلش بالك بالاسم، أو الكلمات الغير أساسية. ولو ضربنا لها مثال هنمثلها بالحائط اللي بتقف عليه العمارة. لو شلنا الحائط العمارة هتفضل واقفة لأنها واقفة على العمود. يعني الكلمات دي لو شلناها من الجملة يظل المعنى واضح والمعنى لا يختل، لأنها بالظبط كده زي الحائط اللي في العمارة، ممكن نشيلها والعمارة تبقى موجودة بالظبط. يعني هي الكلمات التي لا تحمل كثير من المعنى وممكن نختصرها وغيابها لا يؤثر في المعنى. طيب الكلمات دي زي ايه؟ زي ادوات التعريف a، an، the. زي الافعال المساعدة has، have، am، is، are، was، were. كمان زي الافعال الناقصة can، could، will، would، shall، should. كمان زي حروف الجر with، on، to، of. كمان زي الضمائر، سواء كانت ضمائر الفاعل زي I، we، they، you، أو ضمائر المفعول زي him، her، them. ثانية واحدة، انت قلت ايه؟ them. هي بقى دي من ضمن الفانكشن words، أي الكلمات الغير أساسية، يعني ممكن نختصرها. طيب كده احنا عرفنا الكونتنت words والفانكشن words. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول انه الجماعة الامريكان بيهتموا بالكلمات الأساسية اللي هي الكونتنت words، وبيعملوا عليها ستريس لأنها الكلمات اللي بتحمل معنى في الجملة. وفي نفس الوقت ما بيهتموش بالكلمات الغير أساسية اللي هي الفانكشن ووردز وبيصغروها. طب ليه بقى كده؟ علشان يقولوا أكبر كمية من الكلام في أقل وقت ممكن، علشان يختصروا، علشان يوصلوا للمعنى في أقرب وقت. ومن ضمن الكلمات اللي هم بيختصروها كلمة them. بيختصروها بقى إيه؟ بيختصروها لأم، يعني بيحذفوا TH وبعد كده بيربطوها في الكلمة اللي قبل منها. يعني مثلا المثال اللي كان في المشهد find them، ايه بقى اللي حصل؟ اول حاجة حذفنا TH من them بقت M. تاني حاجة ربطنا M في الكلمة اللي قبلها، يعني مش هنسكت ولا هنقف بين find و M، لا، هنخليهم واحدة واحدة كأنهم كلمة واحدة. find them، find them، find them. تمام؟ طيب تعالوا نتمرن على them اللي بتبقى M في الكلام السريع. المثال ده I will take them to the store. take them. them من الكلمات الغير أساسية، بالتالي ممكن نقلصها الأم وكمان نربطها في الكلمة اللي قبلها، فبدل take them تبقى take him. take him. المثال كله على بعض I will take him to the store. I will take him to the store. تمام؟ طيب ناخد مثال كمان I will help them. I will help them. تاني them من الكلمات الغير أساسية، ممكن نختصرها، تحذف TH تبقى M، نربطها بالكلمة اللي قبلها تبقى I will help them. I will help them. I'll help them. تمام؟ طيب أنا هديك بقى مثال وأنت هتقوله I gave them the money last night. ها قدامك 5 ثواني. Yeah, great job. هيبقى I gave him the money last night. I gave him the money last night. نفس الفكرة. مثال ده We can buy them later.
بدل buy them هتبقى buy him. We can buy him later. We can buy him later. تمام؟ يبقى them بنختصرها الام وبنربطها في الكلمة اللي قبل منها. تمام؟ طيب وصلنا بقى في فقرة السؤال على المشهد. أنا هقول سؤال وهقول لك السؤال ده معناه إيه، وأنت هتختار إجابة من اتنين، يا إما A يا إما B. يا ترى جملة I promise I'll find them دي معناها A I'm going to locate them I give you my word، ولا B I will find the thieves؟ قدامكم 5 ثواني. Yeah, great job. I'm going to locate them I give you my word. لأن احنا قلنا إنه locate تساوي find و give you my word تساوي promise. تمام؟ وبكده يا جماعة نكون وصلنا لفقرة الواجب. هعرض لحضراتكم مشهد من فيلم وهطلب من حضراتكم تكتبوا في التعليقات الممثل كان بيقول إيه. جاهزين؟ يلا بينا. You have my word. You have my word. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى اكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.